العادي لما تسمع حد يقولك إنه رايح يتفسح في حديقة الحيوان فده أمر طبيعي. إنما لما تسمع حد بيقولك إنه رايح حديقة حيوان بشرية فده اللي مش طبيعي. قصة بتبين قد إيه أوروبا زمان كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقت ما كانت منتشرة العنصرية بشكل واسع وبشع ومرعب. قبل ما نحكي الحكاية ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أوروبا زمان كانت بتستعمر بلاد كتير بتاخد ثرواتها وخيرها، لأ وكمان الناس اللي عايشين فيها بتعرضهم في مكان زي حديقة حيوان، وبيجي الأوروبيين يتفرجوا على الناس دي بدل الحيوانات. عينات بشرية مختلفة جابتهم أوروبا من بلاد وأقاليم اللي استعمروها، وأشهر حديقة حيوان بشرية عملها الملك البلجيكي ليوبولد الثاني واللي كانت في أسيا. كان مخصص للقبائل اللي كانت في قارة أفريقيا، واللي بالمناسبة استولى الملك ليوبولد الثاني على مساحات واسعة منه. قتل خلالها 10 مليون أفريقي سنة 1885. حكم المنطقة بوحشية ودموية لدرجة إن القوات الاستعمارية التانية أدانت سياسته الاستعمارية، وكان حكمه سبب في ثراء والموت والبؤس للكونغوليين. حاليا الشعب البلجيكي بيشوف الملك ده وكأنه بطل، وإنه كان عنده طموحات لبلد صغيرة زي بلجيكا. ده غير إنهم شايفين إنه كان لاستعمار أفريقيا جوانب إيجابية، منها النظام الصحي والبنية التحتية والتعليم الابتدائي لوسط أفريقيا. كان هدف القادة الأوروبيين إنهم يقسموا قارة أفريقيا إلى مستعمرات، واتسمت العملية بعد كده بالتسابق على أفريقيا. ووعد الملك البلجيكي ليوبولد إنه هيقوم بمهمة إنسانية هتحسن حياة الأفارقة. فمنح الزعماء الأوروبيين 2 مليون كيلو متر مربع من أرض أفريقيا عشان يعمل مستعمرته الشخصية فيها، ويعمل اللي هو عاوزه من غير ما حد يوقفه. فعمل ولاية أطلق عليها اسم الكونغو الحر، وكان نظام استغلالي اعتمد على العمل القسري في الزراعة والتجارة للمطاط والعاج والمعادن. وفي صورة مشهورة من الوقت ده بتبين قد ايه الاستعمار كان ظالم ومستبد. بتبين راجل قاعد قدام قطع لحم لبنته الصغيرة اللي قطعوا ايديها ورجليها وكان عندها 5 سنين، وكل ده علشان القرية ما انتجتش مطاط كفاية للاستعمار. وكان ده العادي وقتها لما القرية ما تنتجش الحصص المفروض عليهم. وكمان كانوا بيخطفوا الأطفال الأيتام وينقلوهم لمستعمرات الأطفال عشان يشتغلوا أو يدربوهم كجنود. وعمل حديقة للحيوان خاصة بالبشر في قصره، ونقل فيها 267 إنسان من سكان الكونغو، والزوار كانوا بيرموا ليهم الأكل بشكل مهم. ومن أبشع القصص قصة واحد اسمه قطة بنغ، كان من الكونغو وكان قزم، وتم عرضه في معرض للأنثروبيولوجي في سانت لويس لأنهم قالوا عليه إنه حلقة انتقالية للإنسان، باعتبار نظرية داروين إن الإنسان أصله قرد، وبعد كده نقلوه للحديقة. كان قطة شاب مرح وعايش مع زوجته وأطفاله، وفي يوم هجمت القوات الاستعمارية البلجيكية قريته وبدأوا يقتلوا فيهم بشكل عشوائي لحد ما أبادت القرية كلها. وقطة نجا لأنه خرج علشان يجيب أكل، ولما رجع اتفاجئ بأهل القرية كلهم ميتين وأطفاله وزوجته، واتأثر ساعتها وبدأت حياة العبودية. وجه تاجر أمريكي لأفريقيا اسمه صامويل فيليبس بعد كده، وكان هدفه يجمع الأفارقة الأقزام اللي بيشبهوا القرود علشان يعرضهم للناس كإثبات لنظرية داروين. وشاف ساعتها قطة ولقى فيه كل اللي كان بيدور عليه، واشتراه مقابل كيس ملح. واتجه قطة نحو المجهول وابتدى عرضه في حدائق حيوانات مع القردة والغوريلات والشمبانزي، وكان بيتعامل على إنه حيوان زيه، وكمان أسنانه تم بردها على شكل أسنان الكلاب والذئاب، وكل ده علشان يثبتوا النظرية. وفي نهاية سنة 1906 تم إطلاق سراح بنجا تحت وصايا القس جيمس جوردن، واتحط في ميتم هاورد للجوء السياسي للأيتام، وهو ميتم تابع للكنيسة. وابتدى يروح لمدرسة ابتدائية ويتعلم اللغة الإنجليزية ويلبس ملابس الإنجليز ويكون جزء من المجتمع. واشتغل بعد كده في مصنع للسجائر، وكان بيتسلق الأعمدة لإحضار ورق الدخان من غير ما يحتاج سلم، وزملائه في الشغل أطلقوا عليه اسم بنجو.
وكان بيخطط إنه يرجع لأفريقيا بعد كده. وفي سنة 1914 بدأت الحرب العالمية الأولى، وحلم إنه يرجع للكونغو بقى شبه مستحيل، فأطلق النار على نفسه بمسدس مسروق وانتحر قدامه. القصة دي بتبين قد إيه الاستعمار حاجة بشعة وتدمر حياة الملايين من الناس، وإن الدول اللي كان ده تاريخها زمان إزاي دلوقتي الحال اتغير وبقت تنادي بحقوق الإنسان بعد كل اللي عمله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.